الامور. المدرب انا اعتقد المفروض يعني من اول 10 دقائق يقرا المباراه اذا بيخلصها، الا اذا تركها لاول شوط. انا ما اشوف اي شيء فني في الشوط الاول. المباراه كانها مباراه عاديه. بالفعل يعني يمكن عدم ظهور الهلال بالمستوى، عدم الايران اتوقع ان الفريق الايراني بغض النظر كل ما يتاخر الهلال بالتسجيل هو من صالحه، واذا حصل على هدف وفرصه للتسجيل فاعتقد هذا من صالحه. الايراني لعب باستراتيجيه، يمكن لعب منهجيه. الكل الفرق اللي المفروض توصل النهائي العاب بالطريقه هذه العاب فيها، لان ما حد في خطوره من الهلال خصوصا من الاطراف. قلنا الاطراف هي ما ينفعل، هي اللي دائما في بعض الاحيان احتاج العمق. اذا صرت لاعب المستوى الشلوب اتوقع ما ظهر بمستواه، لانه الفريد اللي كانوا لعيبه ممكن يصنعون الفارق. من ياسر ما ظهر، ما صارت له كوره، المحياني هو اللي ينزل يبغى كوره، ما في كوره. الان كل اللي يحتفظ بالكوره، تاخير في الكره، تخطيط، حتى يعني التاخير في بناء الهجمه هو اللي ساعد الفريق الايراني على الرجوع للخلف واغلاق المناطق الخلفيه. اذا الفريق الايراني هو متكدس في منطقه الوسط وانت مصر انك تدخل بالوسط، مو من عيب الفريق الايراني، عيب انك انت ما حد قال لك في هذا تلعب. الكره واحده، عبد الله الزوري هو الوحيد اللي هي طريقه الرفع لعبها قوه بالارض، اربكت الفريق الايراني. لكن هذا اللقطه اللي قاعد يحطها اللي طلبناها في الدقيقه 25، تمام، لو يعيدها لنا المخرج من البدايه شوف 1 2 3 4 5 لاحقين من الفريق الايراني. لا هو لا يعني لو تشوفها انه كان افتكر معاه ماجد مرشد، انت مكمل معاه ايش حقه تخليه يستلم الكره ويلف. هذه اللقطه اللي يعني لا مو هذه اللي احنا من ساعه نتكلم عنها. يعني نفس التمركز اللاعبي، وجود مهاجم واحد، اسال عن 5 مدافعين. يعني انا بوصل لك شغله واحده، ان الهلال العاده طريقته كره سريعه وشرسه، ما يعطيك فرصه، يحسسك انه بيقول في اي لحظه. اليوم ما شفناها في الشوط الاول بهدوء. شوف هذه، شوف الحين مرشدي معاه، كمل معاه، وين راح؟ شوف راح هناك، اعطيته فرصه. هذه ما تعطيه ياخذ الكوره، تضغط عليه مباشره. الافضليه للمهاجم في هذه الحاله، يا انك تعمل معاه خطا يكون ضربه جزاء، يا انه تعطيه فرصه انه يسجل. يعني شوط انا ما غابت عنا في شبه فرص، مو فرص بعد، يعني اللعب